مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شهدنا نشاط رعدي ميز أقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهوغار وطاسيدي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي للوطن، وبالتحديد بولاية إليزي أدى إلى تساقط بعض الأمطار التي كانت معتبرة محليا. أما بالنسبة للولايات الشمالية الأجواء دائما تميل إلى الصفا حتى درجات حرارة قصوى، لكن نسبة الرطوبة هي التي تبقى عالية خلال هذه الأيام بالولايات الساحلية والقرب الساحلية. عن حالة السماء نهار اليوم إذن الأجواء مالت إلى صفاء على الولايات الشمالية للوطن، لكن سحب عابرة انتشرت خلال الظهيرة على المناطق الداخلية الغربية أدت إلى نشاط رعدي خلال هذه الظهيرة. إذن بالنسبة لكل المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية صفاء تام تشهده أغلب المناطق الصحراوية. بالنسبة لنهار الغد أحوال الطقس المرتقبة، الأجواء ستميل إذن دائما إلى الصفاء، لكن بعد تلاشي سحب كثيفة سفلى ستكون في الموعد خلال صبيحة الغد على كافة الولايات الساحلية، وحتى ضباب خفيف خلال الصبيحة دائما على الولايات الساحلية. السماء ستتلبد تدريجيا، ستكون مرفوقة برعود منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية وحتى بمناطق الجنوب الغربي للوطن وصولا إلى شمال الصحراء. نفس سيناريو الأجواء يتكرر بأقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهوغار والطاسيلي وحتى بمناطق الجنوب الشرقي للوطن. سماء صافية تماما بالصحراء الوسطى ومنطقة الواحات. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 16 إلى 20 درجة بشمال الوطن، ما بين 24 إلى 26 درجة بشمال الصحراء، نفس المقياس بإليزي وحتى بعين صلاح 28 درجة بكل من أدرار وحتى بتندوف 22 بتمن راست وجانت لتقارب 27 درجة بأقصى الجنوب. أما عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستشرع في الارتفاع من جديد، وخاصة بالغرب الجزائري لتقارب 42 درجة بغليزان، 35 درجة بوهران مستغانم، 36 بتلمسان، 34 درجة بالبيض وحتى بالجلفة، 38 درجة بتيزي وزو. بالعاصمة ستصل 33 درجة، 36 بقلمة سقراس، قسنطينة سطيف لن تتعدى 40 درجة بشمال الصحراء، 39 بورقلة حسن سعود، 38 درجة بإليزي، 42 ما بين الخط الرابط أدرار عين صالح وصولا إلى تندوف، 34 بتمن راست وجنات لتقارب 39 درجة ببرج بجي مختار وعين قزم. عن الملاحة والصيد البحري نهار الغد البحر سيكون هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح ستكون ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. رياح ستأتينا ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. الراية بحول الله ستكون خضراء، ودرجة حرارة مياه البحر تتراوح من بين 23 إلى 24 درجة مئوية. أما عن وقت شروق الشمس اللي يخص العاصمة وضواحيها لنهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و16 دقيقة. عنوان واحد فقط يبقى يفصل في حالة الطقس أكيد، هو عنوان مصلحة الأرصاد الجوية. كانت تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لهذه الليلة لنهار الغد بحول الله. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.